تعرفهاش. بيقول لها لازم كنزي تيجي هنا عشان تتعرف عليها. فسلمى بتستنى عايده تخش الحمام وتاخد علبه الدواء بتاعتها، ترميها وتحط بدلها دواء تاني مش معروف مصدره ايه، وبترجع تجهز الاكل ولا كأن حاجه حصلت، ومش عارفين هي حطت ايه في جوه العلبه. فعز بيقول ليها عرفت كل حاجه عن كريم، هساعده واساعد موسى عشان انا عندي ورم في المخ وهموت بعد 3 شهور بالكتير، هعمل حاجه حلوه قبل ما اموت، وان الفلوس دي كلها حلال. فسلمى بتفتش في التليفون بتاع موسى عشان تعرف مين البت اللي هي حضنته دي ويعرفها منين، وبتعرف صورهم مع بعض وبتقول له انت كذاب، انت ليه بتضحك عليا، انت بتقول لي ان انت ما تعرفهاش واتضح ان في صور بينكم. فبيقول لها ان دي من 4 سنين بقالها كتير وقديمه ودلوقتي انا ما مسحتهاش، هي موجود. بتقول له بتعمل ايه معاك لحد دلوقتي؟ وعايده بدات تاخد من العلاج بتاع سلمى اللي بدلته وحالها بدا يتغير وشكله كده مخدرات او حاجه من الحاجات دي. فبتكلم ام كنزي وعرفوا ان اللي عمل كده في وش كنزي بنت مش ولد، وعرفت صورتها بتقول لها ابعت لك الصوره دلوقتي. فعايده بتتعرف على الصوره وبتقول لها انا اعرف البنت دي. الدكتوره عايده بتكلم ام كنزي وبتقول لها هقابلك في القسم، انا عارفه صاحبه الصوره دي. فموسى بيخش عليها وهي متعصبه، بيسالها هو في ايه بس انت متعصبه ليه وهتروحي تبلغي عن مين، في ايه اللي حصل؟ بتقول له ما حصلش حاجه، وما بترضاش تقول له عشان مش عايزه تكشفها دلوقتي. فموسى بيرجع لاوضته بيقلب في ذكرياته هو وسلمى، ولقى سلمى بعت له رساله. موسى رد عليا، انا اسفه حقك عليا بس والنبي رد عشان خاطري. بتعتذر فيها عن اللي حصل لما اتعصبت عليه لما شافت صورة انجي اللي كانت حضنته. فبيكلمها ويقول لها احنا لازم نبعد شويه وناخد فتره، وتعيط بسبب انه شكله بدا يخلف معاها الوعد لما قال ليها على البحر انا بحبك ومش هقدر ابعد عنك. وهو بيكلمها بيتفاجئ ان امه بتزعق وتقول له الحقني يا موسى انا بموت. فبيلاقيها مغمى عليها وبيلاقي التليفون مرمي جنبها، فبياخدها وبيروح المستشفى وحالتها بتبقى صعبه جدا. بيعملوا ليها صدمات كهرباء عشان تقدر ترجع للنبض تاني، وبيقدروا يعملوا كده وبيرجع القلب يشتغل تاني. فسلمى بتروح للمستشفى عشان تشوف ايه اللي حصل، ومن الواضح كده ان مفعول الدواء اللي هي حطته في العلبه بدا يشتغل. فالدكتور خرج بيقول له خدت حاجه عملت لها تصمم قوي ونبضات القلب كانت هتقف 24 ساعه وهنعرف الوضع عامل ازاي. فعز بيكلم خليفه اللي شغال معاه هتروح العنوان اللي انا اديتهولك وما تسيبش اي اثر نهائي ومش عايز اي غلطه تحصل. كنزي وامها بيوصلوا المستشفى علشان يطمنوا عليها، وسلمى بتخاف انهم يعرفوا انها موجوده هنا. فام كنزي بتقول لعايده كانت متفقه معايا هنروح القسم عشان نعرف مين اللي عمل كده في كنزي. وبعدها اتقطعت الاخبار من عايده، وبعدها عرفت انها جت هنا المستشفى وجت هنا على طول. موسى بيقول ليها واحدة ازاي؟ يعني اللي عمل كده في كنزي هي واحدة مش واحد. هو كان مفكر ان اللي عمل كده مجرم عادي، ما كانش مفكر ان بنت هي اللي عملت كده. فبترد تقول وشفت صورتها وجبتها من الاسم، ولما وريتها لعايدة قالت لي انا عارفاها وهنروح الاسم مع بعض عشان نبلغ عنها. كنزي بتسيبهم وتروح الحمام وسلمى هناك، امها تروح وراها فبتخبي نفسها بسرعه عشان ما حدش يشوفها. فبتعيط وبتقول لامها ما كنتش عايزه اجي. بيبص ليها نظرات عامله ازاي ما حدش حاسس باللي حاسه بيه، وبتخبط على الباب بزعيق وزهيق وبيمشوا من المكان. وسلمى خلاص اطمنت انهم مشيوا، وسلمى بتمشي من المكان كله بعد ما حست ان في خطر عليها وممكن حد يتعرف عليها. بيكلمها بيشوفها هي فين، فبتقول له انا رحت البيت عشان اعمل لك حاجه تاكلها ومش هتاخر عليك وهاجي بسرعه. فخليفه ورجاله عز بيوصلوا بيت سلمى فبيضربوا الشغال على دماغها وبتقع، وسلمى بتحس ان في حاجه غلط بره فلسه جايه عشان تقوم تخرج، وفجاه بيخش عليها بالسلاح وبياخد الموبايل بتاعها وبياخد اللابتوب كمان. بيقول لها هات الهاردات اللي معاكي وهات الشنطه كلها، وبياخدها من الدولاب. وبيقول لها عز بيه بيقول لك لو فكرت تبلغي البوليس هيعمل فيكي زي ما كنتي عايزه تعملي في كريم، حطي لسانك جوه بقك واوعي تفتحيه. فصاحبها بيرجع يرازي فيها تاني ويتهجم عليها في البيت ويهددها العيل اللي بتتحمي فيه ده انا هقتلهولك، وبيزق امها وبتقع على الارض وبيقول لها انت مش هتبقي لحد غيري ولو فكرتي تعملي كده هقتلك. موسى بيطلب من سلمى عايزك تقعدي مع امي لحد ما اروح البيت وارجع تاني، وبتحاول تتسحب عشان تخش ليها ففجأة بتلاقي الممرضة جوه وبتقول ليها اخرجي ممنوع الزيارة. فموسى بيروح البيت يمسك موبايل امه لسه هيفتش فيه بيلاقي عز بيرن عليها وبيقول لي انا زميل ليها هي فين دلوقتي. موسى بيرد عليه يقول له هي راحت المستشفى وتعبانه شويه، وبيساله هي عامله ازاي دلوقتي. فموسى بيقول له خطيبتي هي اللي معاها انا مش معاها دلوقتي. فعز بيتعصب عليه مش لازم تسيب سلمى مع ماما لوحدهم، لازم تروح تلحقها حالا والا هيبقى في خطوره عليها. الممرضه بتخرج والاوضه خلاص بقت فاضيه وبتحاول تتسحب لحد ما بتستنى ان طقم الممرضات يمشوا، وبتخش عليها وتقول لها قلت لك ما تفضحينيش بس انتي وصمتيش شرف المهنه يا دكتوره. قلت لك لو قلتي لموسى حاجه انا هقتلهولك، بس للاسف انا حبيته مش قادره استغنى عنه وبقى كل حياتي دلوقتي. ورايحه العز فاكراها هيحبكي مني وتقولي لصاحبتك دي انا عارفه مين اللي في الصوره. الحل الوحيد عشان انا وموسى نكمل مع بعض انك ما تكونيش موجوده.